النهاردة هنتكلم عن ضرب المهابيل وسبب تسمية المنطقة دي بالاسم ده. تفتكروا كل اللي فيهم مهابيل؟ ضرب المهابيل هي منطقة موجودة في القاهرة الكبرى بالقرب من منطقة العتبة، وبتسمى حاليا بمنطقة المناصرة. لكن ايه سبب تسمية المنطقة دي بمنطقة ضرب المهابيل؟ ده ليه عدة روايات. الرواية الأولى، ودي كانت أيام العصور الملكية، فكانت لما بتمر تشريفة كان العساكر بترفع إيديها وتنزلها تعظيما للتشريفة اللي معدية، فكان اللي بيشوفهم من بعيد بيفكروا مهابيل. والرواية التانية بترجع إن كان في باشا بيسمى شريف، كان قصره موجود في المنطقة، بس قصره كان بيطل على إحدى البيوت اللي بيتعمل فيها إنذار، فكان بيشوف الناس وهي بتعمل إنذار، فكان بيقول إيه الناس المهابيل دي. وفي رواية تانية بس غير مؤكدة بتقول إن فعلا كان كل سكان المنطقة دي كانوا من المهابيل. بس الرواية اللي أكتر انتشارا وهي إن المنطقة كان بينتشر فيها محلات البوظة اللي بتتصنع من القمح والخميرة والعيش الناشف، وبيتم تخميرهم لمدة يومين، وكان بيقبل عليها أهالي هذه المنطقة وبيدخلوا وبيشربوا في المحلات بتاعة البوظة وبيطلعوا سكارى بيبقوا شبه المهابيل. تفتكروا أنهي الرواية اللي فيهم صح؟ ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتي. هشوفكم على خير في فيديو جديد.